تبديل الأدوار. حين تعمل الأم كابن ويصبح الابن أبا والزوج ابنا، في زمن تتشابك فيه الأدوار وتتبدل فيه المفاهيم، لم يعد من السهل أن نفهم من الذي يساند الآخر ومن الذي يحتاج الاحتواء أكثر. فقد صارت الأم تتحمل أدوار الأبناء، والزوجة تربي زوجها، والأبناء يحملون فوق أعمارهم عبء النضج قبل الأوان، كأننا نعيش مسرحا كبيرا، كل ممثل فيه يؤدي دورا ليس دوره الأصلي، وكل مشهد يحمل قدرا من الخلل العاطفي والنفسي العميق. الأم التي تعمل مكان ابنها. كم من أم اليوم تنهك نفسها لتسعد أبنائها، لا لأنهم أطفال صغار، بل لأنهم توقفوا عن النضج عند حدود الاعتماد الكامل عليها. تسعى وتتحمل وتدافع وتبرر وتصلح أخطاءهم، كأنها ما زالت في مرحلة الأمومة الأولى رغم أنهم كبروا. لكن في الحقيقة حين تعمل الأم بدل ابنها، فهي تطفئ داخله شعلة الرجولة والمسؤولية دون أن تدري، فهو لن يتعلم من الحياة شيئا طالما هناك من يتلقى عنه الصدمات ويمسك عنه السقوط، ولأنها تخاف عليه تحرمه من التجربة، فيتحول تدريجيا إلى طفل كبير، يطالب ولا يقدم، يريد ولا يعطي. وحين تحتاج هي السند لا تجده، لأن العلاقة قامت على عطاء من طرف واحد فقط، الابن الذي يعمل كأب. وفي مشهد آخر نرى ابنا صغيرا يجبره القدر على أن يكبر قبل وقته، يحمل هم البيت ويراعي مشاعر الأم، ويكتم وجعه حتى لا يزيد من حزنها، يتصرف كأنه الأب، كأنه الرجل الوحيد الذي يجب أن يكون قويا دائما، في حين أن قلبه ما زال طفلا يبحث عن حضن يأويه. هذا الطفل الذي صار أبا قبل فوات الأوان يكبر وجواه تعب خفي، يشعر أنه مسؤول عن كل شيء، وأن خطئه قد يهد البيت كله، ومع الوقت يفقد الإحساس بالطفولة وبالحق في الضعف وبالحق في أن يخطئ دون أن يحاسب بالقسوة. الزوجة التي صار ابنا. ربما من أكثر المشاهد المؤلمة أن تكون الزوجة أما لزوجها، ترعاه وتبرر له وتسكت غضبه وتتحمل أنانيته وتكمل الطريق وحدها، وهو لا يدرك أنه حين يتركها تواجه كل شيء وحدها يقتل في العلاقة جوهرها اللي هي الشراكة. الزوج الذي يلقي بعبء الحياة على كتفي زوجته ثم يطلب منها أن تظل أنثى رقيقة، يشبه طفلا يطلب من أمه أن تلعب معه بعد يوم من المجهود المتواصل. إنها ليست أمك، إنها شريكتك، وإن لم تتقاسم معها المسؤولية ستتحول تدريجيا من حبيبة إلى أم متعبة، ومن امرأة عاشقة إلى امرأة مثقلة. اختلاط الأدوار. ماذا يحدث لنا؟ حين تستبدل الأدوار تتشوه العلاقات. الأم تفقد أنوثتها وطفلتها الداخلية، الابن يفقد طفولته، الزوجة تفقد توازنها، والزوج يفقد رجولته الحقيقية. كل طرف يعيش دورا لا يناسب طاقته النفسية فينهار من الداخل. نعيش في دوائر من العطاء الغير متوازن، فلا أحد يشعر بالاكتفاء، ولا أحد يدرك من أين يبدأ الإصلاح. إعادة التوازن تبدأ من الاعتراف. لن يعود الاتزان إلا حين نعترف أن الأم تحتاج أن تعامل كإنسانة لا كخادمة دائمة، وأن الأبناء يجب أن يتعلموا أن يكونوا مسؤولين لا متكلين، وأن الزوج ليس طفلا تربيه زوجته، بل رجلا يكملها وتكمله، وأن كل علاقة صحية تقوم على التبادل لا على التنازل المستمر من طرف واحد. التوازن لا يعني تقسيم الأدوار بالتساوي فقط، بل أن يعرف كل فرد حدوده العاطفية ودوره الحقيقي، أن يعرف متى يعطي ومتى يتوقف ومتى يقول أنا تعبت ودوري هنا انتهى. الخاتمة. تبديل الأدوار ليس حبا دائما، بل خلل في الحب، فالحب الناضج لا يلغي الحدود بل يحترمها، لا يجعل الأم تتحول إلى ظل ابنها، ولا الزوجة تتحول إلى أم زوجها،
ولا الابن إلى والد مراهق في جسد طفل.